عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش انا اتاخرت عليكم شويه في الفيديوهات، بس عشان عندنا ظروف كده، ايام الامتحانات بقى، كل سنه وانتم طيبين، والعيال والامتحانات، فانا مش عاوزه اضغط عليهم عشان هم العيال هم اللي بيصورونا. احنا النهارده هنعمل معاكم محشي ورق العنب. الورق ده انا كنت حاطاه في الفريزر، ده بتاع السنه اللي فاتت. بلفه زي ما هو كده، برصه على بعضه وبحطه في الفريزر وبلف عليه استرتش، او لو ما عندكش استرتش بتلف عليه كيس وتحطيه في الفريزر، بتطلعيه. من السنه اللي فاتت لسه اكنه لسه جاي الوقت اهو. بتطلعيه وبتروحي حاطاه في شويه ميه سخنين، بيبقى اكنه لسه جاي طازه. انا عملت الخلطه معاكم ازاي. الخلطه دي كانت عندي في الفريزر زي ما انا قايله لكم، انا كنت حاطاها في الفريزر ساعه ما كنت عامله المحشي في رمضان. فانا هقول لكم وانا بعملها دلوقتي. انا بجيب بصله موسطنه وبروح مشوحاها على النار، واكون انا فارمه الطماطم بتاعتي، بس الطماطم بتاعت المحشي ما بصفهاش. بروح جايه حطاها، واروح جايه على بصله تانية بعملها مرتة، بحط عليها ملح وفلفل اسمر، وبروح جايه حطها على على الصلصه، وهسيبها تتسبك، وبروح حاطه لها بقى بهاراتها زي ما انت عاوزه. البهارات بتاعتها شويه شطه، شويه بهارات مشكله، فلفل اسمر، وبدق له فص توم. ويا سلام بقى كمان، الشوية النعناع بتديله ريحة رهيبة، الورق العنب بالذات. بتروحي فركة شوية نعناع، لو عندك نعناع أخضر بتخرطيه، ما عندكيش بتحطي شوية نعناع ناشف. احنا بنعمل معاكم ورق العنب اهو. عاوزة تعمليه على ايدك اعمليه، ما بتعرفيش تعمليه على ايدك، انا بعمله على ايدي عادي. بروح لفاه من الجنوب كده. ورق العنب بالذات المفروض ما يبقاش طالع من الجنوب اي حاجة، بتبقى الجنوب كلها مقفلة عليه. عاوزة تلفيه على ايدك لفيه، عاوزة تلفيه على الطبق بتلفيه على الطبق كده. بتروحي حطاهم اهو، وبتروحي لفاه، بتقفلي من الجنوب، وتروحي انت جايه لفاها اهو. شوف الصابع، ما شاء الله بيبقى ماسك نفسه وحلو اهو. عايزه بقى تلفيه على ايدك زي ما انا بلف. هنلف معاكم كمان واحده اهي. الورقه اهي بنحطها على الطبق، ورقه صغيره بقت ورقه كبيره، حلاوه ورق العنب ورقه صغيره ورقه كبيره بتتلف معاكي اهو. وبتروحي انت جايه برماها اهي، تبقى ماسكه نفسها وما شاء الله. عايزه تلف على الطبق بتلف على الطبق، هو اسهل للي ما بيعرفش يلف ورق العنب. بس انا بحب الفه على ايديا، ما بحبش الفه على الطبق. بتفردي الورقه اهي حسب ما انت عاوزه تحطها، وبتحط كميه الرز اللي انت عاوزاه، وبتروحي تانية من الجنوب من هنا كده اهي، وبتروحي جايه ايه لفاه اهو. تلاقي حوافي طالعه من بره من هنا، وتروحي انت جايه تانيها كده عشان يطلع الصابع معاكي حلو ومش منعكش اهو. الصابع معانا حلو اهو. وبترص في الحله بقى زي ما انت عاوزه ترصيه. انا بحب اعمل على ايديا، ما بحبش حكايه الطبق دي، بس هو اللي بيعرف يعمل على ايده احسن، اللي ما بيعرفش بيلف بقى على الطبق. احنا هنخلص الحله بتاعتنا وهوريها لكم بعد ما ما هنخلصها وهنسويها. خلص اهو. هسيبه بقى لغايه ما نعمل الفراخ عشان اخد الشوربه من بتاعه الفراخ اسيبها المحشي. انا معايا فرخه اهي، غسلاها غسيل حلو ومقطعاها. هي الفرخه بتاعتي كبيره، فلما بيكون الفرخه كبيره بقطع الفراخ ده على اتنين. ما شاء الله هي الفرخه كبيره بقطعها على اتنين. معانا بقى انتوا عارفين نظام في سلق الفراخ. بقطع قرن فلفل وبصلايه وحبايه طماطم وجزرايه. الجزرايه دي مش هحتاجها الوقت. هحط معاها في شويه فلفل اسمر، نص معلقه فلفل اسمر كده، ومعايا حبهان ورق لورا. انا بحبه مطحون، ما بحبوش ورق زي ما هو كده حص. بروح حاطه كمان شويه قيمه ربع معلقه كمان اهو. وبحط معايا نص معلقه ملح او معلقه ملح لما ابقى ادوق الشوربه بتاعتي. بروح ماسكه كل دول دعكهم حلو كده مع بعض، اعملهم نبته بتدي جميله قوي، طعم حلو للشوربه بتاعتي، وبتدي طعم كمان للفراخ. بمرطهم كده ببعضهم. ومعايا الحله على النار حاطه فيها شويه زيت سخنين. باخد بقى الفرخه بتاعتي كده وبروح حاشيها من تحت الجلد. ما شاء الله بقت بتديلها طعم حلو، او اتبلها كده زي ما انتوا شايفين اهو. بروح جايه بقى متبلاها كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا الحله على النار اهي سخنت فيها الزيت بتاعي. بحط الفراخ بتاعتي، بحب اشوح الفراخ بتاعتي الاول قبل ما بحط فيها الميه بتاعتي. بيكون الميه بتاعتي بتغلي، ما بحطلهاش ميه بارده. الميه بتاعتي لما يكون بتغلي بتدي للشوربه طعم جميل، وما بتخليهاش تطلع رغاوي او تطلع الريم اللي بيطلع على الشوربه دي. انا هلوح الفراخ بتاعتي، احط لها الميه على ما تستوي معايا. هاخد الشوربه بتاعت الفراخ
وهروح حطها على المحشي. هجيلكم وانا بسقي المحشي بتاعي. الشوربه بتاعتي غلت اهي. هسقي بقى المحشي بتاعي. بسقي من النص، ما بسقيش من الطرف. بحط الشوربه كلها في النص وهي بقى هتتغلغل جوه المحشي اهو. هنفضل نسقي لغايه ما نغطي اول صابح حسب كميه الشوربه اللي عندك. ما عندكش شوربه ممكن تحط ميه سخنه ومعاها واحده مرقه دجاج. ما هو الشرط يعني اللي انا ما عنديش شوربه مش هعمل محشي اهو. المحشي بتاعي اهو الميه بنت منه اهي. مش هنسكت على كده، لازم المحشي ياخد هزه كده اهو عشان الميه كلها تنزل في الارض من تحت. شوفوا اهو. هنحط كمان اهو الميه قلت خالص هنا من هنا اهي. هنحط بقى الشوربه بتاعتي اللي عندي اهي اهي. وهنهزه برده كمان هزه كده بسيطه عشان الميه تنزل تحت اهو اهو. هستكفى انا بمقدار الشوربه بتاعتي دي. هروح حاطه انا بقى ايه طبق عندكم هنا كده علشان المحشي اما يغلي ما يفكيش. وهروح مغطيه عليه. اول ما المحشي يشرب الميه بتاعته هروح موطيه عليه بقى وهسيبه يتلدن. هرجع لكم لما الفراخ تستوي، وبعد ما تستوي هعمل لها خلطه جميله عشان احطها في الفرن احسن ما احمرها على البوتاجاز. اتسلقت اهي. طلعتها في الصينيه بتاعتي دي عملتها نص سويه علشان هعمل لها خلطه واحطها في الفرن اعملها مشويه احسن ما اقليها بره. معايا هنا ايه بصلايه. معايا هنا قرن فلفل، حبيتين طماطم. معايا هنا عيدان ريحان فريش بتبقى طعمها جميل قوي في التتبيله بتاعت الفراخ. وفصان توم. معايا البهارات بتاعتي. معايا بهارات مشكله، فلفل اسمر، شويه نعناع، معايا ملح، معايا كركم. هحط الحاجات دي كلها في الخلاط. ومعاهم هحط كمان معاهم معلقتين 3 خل. هحط الحاجات دي كلها في الخلاط. هضربها في الخلاط وهرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط بس ما يزعجكوش. ما شاء الله الخلطة دي ريحتها جميلة جميلة جميل. تنفع لأي تتبيلات فراخ أو لحمة أو أي حاجة. تبقى جميلة كمان في التتبيلات المشوية بتديلها ريحة وطعم ما شاء الله. هحط التتبيلة دي فوق الفراخ كده. وهحط عليها كبشة شوربة علشان بس تسويها شوية. والتتبيلة قيمة يجي كمان نص ساعة على البوتاجاز. وبعد كده هروح مدخلها الفرن وهحرق لها ايه فحمايه. بتبقى ما شاء الله اكنك انت جايبه فراخ مشويه من بره. بتبقى ريحتها جميله جدا جدا. ممكن انت تعمليه ني في ني يعني مش تسويها وترجعي تحطي عليها التتبيله دي. التتبيله دي انت ممكن تعمليها وتحطها على الفراخ من بالليل في التلاجة. وتقوم الصبح تحط لها نص كوبايه ميه وهتسويها زي ما هي كده. او عاوزه تعمليها على الشوايه لو عندك شوايه اعمليه. انا بعملها للعيال كده وبروح جايه حاطه لها فحمايه بتبقى جميله اكنها جايه مشويه من بره. هحط لها بقى كبشه شوربه مع شويه الخلطه اللي فاضلين في الخلاط دول. احط لها كبشه شوربه واحطها عليها وهسيبها تستوي وادخلها الفرن. وهاجي لكم بعد بقى الشكل النهائي ما يخلص ان شاء الله. خلص معانا اهو الفراخ بتاعتنا اهي. ما شاء الله حرقنا لها الفحمايه بتاعتها اهي بقت كميه مشويه بالظبط. هقلب الماء بتاعي اهو. الفراخ بتاعتنا خلصت اهي. وغرفنا معاكم المحشي بتاعنا ده محشي ورق العنب. وكنت عامله لهم سطر تحت كروم. وكنت حاطه في النص كوسه يعني كله محشي مشكل اهو. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم وينول اعجابكم دايما. وكل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم.